مين الشخص اللي بيراقبك بهوس في السر وانت يعني شاكك او حاسس ان في حد بيراقبك، حد بيتتبعك، او حتى الفضول واخدك وعايز تعرف هل في حد بيراقبك في السر؟ ليك مثلا كراش او معجب سري عايز يعرف اخبارك. مين الشخص ده وبيراقبك ليه؟ معانا مجموعتين، اختار مجموعة منهم. المجموعة الاولى الحجر الاسود، والمجموعة التانية الحجر الروز، او باول حرف من اسم الشخص اللي في بالكم، وهتلاقوا الحروف مثبته في اول تعليق. هديكوا ثواني تختاروا. ماشي، هنبتدي باللي اختاروا المجموعه الاولى الحجر الاسود. نحط الحجر ده هنا كده. بسم الله، ناخد طاقتكم الاول. ما تفكروش في حد علشان القرايه تطلع يعني ايه، نشوف يمكن لو انتم في حد انتم ما تعرفوش او شخص جديد، ونشوف مين اللي بيراقبك في السر. طاقتك الاول عشان تعرف القرايه دي ليك ولا لا. طاقتكم انتم دلوقتي، انتم في طاقه طاقه نجاح، طاقه بتشتغلوا على نفسكم كتير، طاقه بتطوروا من نفسكم، عندكم مهارات، انتم اشخاص روحانيين جدا، وعندكم ادوات كتير في حياتكم تقدروا تستخدموها لصالحكم. يعني عندكم امكانيات، يمكن عندكم شغل كويس او عندكم مهارات ابداعيه، فنانين او مبدعين في شيء، او حتى يعني مش شرط تكونوا فنانين، يعني ممكن تكونوا بتشتغلوا اي شغل بس انتوا عندكم مهارة عالية جدا في شغلكم، والكل بيشهد لكم بالكفاءة. انتوا دلوقتي يعني في طاقة عالية قوي، معليين من طاقتكم الروحانية، مركزين على نفسكم، مركزين على ادواتكم وامكانياتكم بتستغلوها لصالحكم. انتوا اشخاص ناجحة جدا وعندكم مهارات عالية. طيب، مين بقى الشخص اللي بيراقبكم في السر؟ هو الامبرور، الامبراطور. ده حد له وضع وله مكانة عالية، يعني حد ممكن يكون ليه بوزيشن عالي، بيشتغل مثلا المدير بتاعكم، او حد اكبر منكم في السن، بس هو يعني على قد ما هو سنه ممكن يكون في سن النضوج، لكن هو شخص يعني ممكن يكون لبسه كاجوال او ما بيبانش عليه السن. صحيح هو شخص مسؤول جدا، لكنه مش متزمت. يعني الامبراطور عادة بيكون شخص متسلط ومتزمت وتقليدي جدا، لكن الشخص ده على قد ما هو في سن النضوج وعنده مسؤولية عالية، لكن هو حد باين كده في الكروت هنا ان هو حد يبان اصغر من سنه. ممكن يكون هو حد زي ما قلت لكم تعرفوه عن طريق عمل، او هو شخص الاستاذ بتاعكم بقى، الدكتور بتاعكم في الجامعه، او حد له سلطه عليكم او له وضع اعلى من وضعكم. والشخص ده من صفاته كمان ان هو عنده لحيه خفيفه كده، وشه يعني بشرته بتميل شويه للفاتح، شعره يعني اسود بس فيه شعر ابيض خفيف، او هو شعره يعني فاتح شويه، بيميل للون الفاتح، البني الفاتح. زي ما قلت لكم هو بيحب يلبس كاجوال، على ممكن يكون هو حتى لو هو سنه يعني مش صغير قوي، بس هو يبان اصغر من سنه كتير. طيب، معلومات عنه اكتر. الشخص ده ربنا فاتحها عليه في شغله، يعني هو عنده صاحب مكان، يعني هو اللي مش بيشتغل عند حد، لا هو صاحب. لو هو عنده مشروع فهو صاحب المشروع، مش هو شغال عند حد، يعني ما حدش له سلطة عليه. ولو هو مش بيشتغل في مكان حكومي او حاجه، فهو ربنا فاتحها عليه اليومين دول، ممكن يكون اترقى، ربنا يعني كتب له ان هو يعني ينتقل لمكان احسن في شغله، زياده في المرتب، عنده خير وعنده وفره كبيره جدا الشخص ده. طيب، الشخص ده قديم ولا جديد؟ يعني من الماضي ولا انتوا تعرفوه ولا لا؟ الشخص ده بيراقبكم من فتره، وانتم يعني حاسين او شاكين ان الشخص ده عينه عليكم. الشخص ده جديد، يعني مش كنتوا مع بعض وانفصلتوا، لا الشخص ده شخص جديد وعينه عليكم، بيراقبكم من على بعد، بيراقبكم عن طريق عمل.
لو انتم مع بعض في عمل فهو عينه عليكم، لو ده زميل عمل او مدير ليكم في شغلكم او في مكان الدراسة بتاعتكم، ايا كان الشخص ده عينه عليكم وبيراقبكم من فترة وعايز ارتباط. هنيجي للسؤال التاني، الشخص ده بيراقبكم ليه وعايز ايه منكم؟ الشخص ده عايز يقدم لك عرض حقيقي، عرض زواج، عرض ارتباط، يعني خطوبة، عاوز حاجة جادة معاك. الشخص ده ماسك في ايده الخير، البداية الجديدة بخير، بنوايا صادقة. الشخص ده صادق جدا وعينه عليكم للارتباط وللزواج، او حتى لشيء عملي او شيء رسمي، يعني ما هوش جاي يلعب ويقضي وقت وخلاص، لا. الشخص ده بيكون نفسه، ممكن يكون بيشتغل دلوقتي كتير علشان يعني يكون مستقبله او يكون استقرار، لان هو بيحب الاستقرار جدا وبيحب يكون هو جاهز ماديا، ما بيحبش يدخل علاقة الا لما يكون قدها او جاهز ان هو يدخل في علاقة حقيقية. طيب الابراج اللي عندنا هنا، معانا برج الحمل، والابراج الترابية عذراء وجدي وثور، وبرج الجوزاء. برج الحمل يعني بصدارة، يعني صريح، هو وبرج الجوزاء. طب أتمنى القراية تكون عجبتكم، وأحب أعرف رأيكم في التعليقات. نروح للقراية التانية، المجموعة التانية، الحجر الروز. نشوف طاقتكم الأول، وبعدين نشوف مين الشخص اللي بيراقبك بهوس في السر، وعايز ايه منك، يعني ايه غرضه من المراقبة دي. نشوف طاقتكم انتم الأول، أصحاب المجموعة التانية. انتم في طاقة الهيروفنت، انتم ناس عقلانيين جدا دلوقتي، ملتزمين يا اما بزواج، ممكن تكونوا في زواج فعلا، او انتم يعني اشخاص بتحبوا الالتزام بالعادات بالتقاليد. ممكن تكونوا انتم يعني بتدوا مشورة للناس، او الناس بتحترمكم وبتقدركم جدا، ليكم رأي، ليكم كلمة كبيرة مسموعة في وسط الناس اللي حواليكم. انتم يعني ناس روحانيين جدا، وطاقتكم الروحانية عالية، متدينين، ممكن دلوقتي في فترة قرب من ربنا، صيام، صلاة، ايا كان الدين بتاعكم يعني، فانتم على صلة قوية بربنا دلوقتي، وبتحاولوا تعملوا الالتزامات اللي عليكم والمسؤوليات اللي عليكم على اكمل وجه، وعايزين ارتباط جاد، يا اما انتم في زواج فعلا وداخلين بس كده فضول يعني تشوفوا مين اللي بيراقبكم، او انتم بتدوا استشارات، ليكم دور في الحياة للناس اللي حواليكم، الناس بتسمعكم بتاخد رأيكم. فانتوا طاقتكم يعني ما شاء الله طاقة فيها عقل وفيها نضوج وفيها استقرار، او انتم جاهزين لعلاقة ارتباط وزواج، مش عايزين علاقات عادية كده او كراش او كلام من ده. طيب مين بقى الشخص اللي بيراقبكم في السر؟ اه ده بيراقب وبيراقب وبيراقب في السر فعلا، ده حريص جدا ان انت ما تعرفش ابدا ان هو بيراقبك او ان هو عينه عليك. بيراقبك في خلسة كده، ممكن يكون عامل اكونت فيك، ممكن يكون يعني مش مبين لك خالص ان ومش عايزك تعرف ان هو بيراقبك، بيتلصص عليك، بيجمع معلومات من عليك. الشخص ده شخص شوية مش دغري، يعني احساسي كده ان هو حد من الماضي، او حد انت انفصلت عنه، وهو يعني مش عايزك تعرف ان هو بيراقبك وعينه عليك. شخص شوية ما كانش صادق، كان بيتهرب منك، عنده مخاوف من الالتزام، علاقة اون اوف كده، كان يجي شوية ويمشي. حد انت يمكن حسيت ان هو شخص مش صادق او متلاعب، فانت نهيت العلاقة معاه. ناخد كارت كمان يوضح لنا مين الشخص ده. الشخص ده عنده مخاوف نفسية، ودايما كان عنده خوف من الالتزام ومن الحب الشديد، بيخاف يتعلق بحد، بيخاف يلتزم بعلاقة، عايز يبقى حر، مش عايز قيود. الشخص ده عنده أساسا قيود نفسية، هي اللي دايما بتخليه كان يقرب شوية ويبعد شوية. الشخص ده أكيد شخص من الماضي، وانت كنت تعرفه من الماضي. هنشوف برضو، نسحب كارت، هل الشخص ده انت تعرفه ولا لا. اه كنت تعرفه، انت كان في بينك وبينه
اخد وعطا، يعني العلاقه دي كان انت ساعدته كتير وقدمت له مساعدات كتير، قربت منه يعني يمكن علشان خاطر عمل او علاقه كان فيها مساعده، حد فيكم كان بيقدم مساعده للتاني، بس بالاكتر انت اللي كنت بتقدم له المساعده، لان انت طالع في طاقه الهيروفنت، طاقه الشخص اللي بيساعد، اللي بيرشد، اللي بيدي نصايح. او حتى لو ما كانش كده، انت كنت دايما بتساعده بالاحساس، بالاحتواء، بالمشاعر، كنت بتدعمه نفسيا، كنت بتديله فرص كتير علشان خاطر يعني يتصلح معاك او يبقى كويس في العلاقة دي. لكن واضح ان هو يعني رصيده نفذ وانت قطعت معاه، علشان كده هو حاسس ان هو مش متوازن من غيرك، ومقدر دلوقتي عطائك جدا ليه. انت حطيت حدود بينك وبينه، قفلت عليه خالص، ممكن تكون انت عملت له بلوك، او انت اختفيت تماما، او قلت له، حطيت له حدود وقلت له خلاص الموضوع اتقفل او انتهى، بسبب ان هو شخص متردد وما بياخدش قرارات. شخص زي ما قلت لكم كده اون اوف، بيجي يدي شوية مشاعر وشوية يختفي، بياخد اللي هو عايزه منك، بيمتلئ منك بالطاقة الحلوة بتاعتك، وبياخد منك مشاعر، بياخد منك مساعدة مادية معنوية جسدية، ايا كان المساعدة اللي انت بتديها له او المشاعر اللي انت بتديها له. هو بياخد العطاء ده وبعد كده يختفي، بيحس ان انت قربت منه زيادة عن اللزوم، بيخاف من القرب الزيادة، بيخاف من الالتزام، بيحس ان حريته بتروح فبيبتعد وبيهرب. فانت حطيت له حدود وقلت له خلاص الموضوع اتقفل، لان انت مش بتاع الحركات دي، يعني انت بتحب الامور الواضحة الصريحة، مش بتاع العلاقات الاون اوف. طب هو عايز منك ايه؟ يعني بيراقبك ليه؟ عايزك ترجع، عايز يعرف انت صحيح مشيت فعلا وسبته خالص، ولا ممكن ترجع له تاني. بيشوفك انت مشيت للآخر وبدأت بداية جديدة، ولا خلاص الموضوع اتقفل نهائيا. عايز يرجع لك، هو بيحبك على فكرة، وبيشوفك نصه التاني وتوأم روحه، بيحبك قوي، لكن آه هو يعني ما عندوش الجرأة ان هو يكلمك. واضح ان انت قفلت معاه القفلة جامدة شوية، وهو بيراقبك علشان عاوز يرجعك، عاوز يبتدي معاك بداية جديدة، وعاوز يعرف هل انت مشيت فعلا خالص ونسيته تماما وبدأت علاقة جديدة، ولا لسه عندك استعداد تقرب. يعني هي لحد كده والقراية خلصت، وهنشوف الأبراج. عندنا برج الثور، ممكن تكون انت برج الثور او برج جدي او عذراء، طاقة ترابية مش شرط طبعا، ممكن اي طاقة تانية. معانا برج الجوزاء والميزان والدلو، والابراج عندنا الطاقات النارية والطاقات المائية. بس واتمنى القراية تكون عجبتكم، واحب اعرف رأيكم في التعليقات. شكرا لكم. تعالي يا نهال اقفلي اللايف، اقفلي الفيديو. شوفي بقى كام دقيقة.